If you don't think there's hope for the world, why bother going on? مسلسل لاست اوف اس يا جماعه اخيرا نزل بعد طول انتظار. زي ما كلنا عارفين ان معظم الافلام او المسلسلات اللي اتعملت من الالعاب بتبقى في الاخر زي ما بيقولوا كده في الخليج خايسه، وده كان مخوفنا جامد 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 من المسلسل بتاع لاست اوف اس، وكنا شاكين انه هيطلع حلو اساسا، وخصوصا اللي كان شارك في اخراجه نيل دراكمان. احنا عارفين ان المخرج ده بيحب يركز على حاجات معينه هو بس اللي بيحبها تقريبا، بس الحمد لله وعلى عكس المتوقع المسلسل قصته كانت مخلصة بشكل كبير قوي للعبة والقصة الأصلية، حتى حرفيا في مشاهد وديالوجات تيبيكال موجودة في اللعبة منقولة بالملي في المسلسل. No idea what loss is. You have no idea what loss is. كان ممكن أقول إن دي حاجة وحشة لو إحنا بنتكلم عن حاجة تانية غير لاست اوف اس، لكن لاست اوف اس أصلا أساسا كلعبة قصصية فهي بيرفكت، كانت معلية على معظم الأفلام والمسلسلات، ما كانش فيه لا مسلسل ولا فيلم اتعمل بنفس الجودة بتاعتها. أنا عموما من الناس اللي أنا لو شايف إنت تنقل رواية أو لعبة أو أي عمل فني لمسلسل أو فيلم انقله زي ما هو، ما تجودش، ما تقعدش تغير وتعمل حاجات جديدة وتدخل حاجات جديدة، لأ انقله زي ما هو، ممكن تضيف عليه حاجات تجمله تطور في جانب في الشخصية ده ما كانش باين نبينه، في شخصية فرعية ما كانتش باينة فنحاول نجيب لها حلقة أو حلقتين نظهرها فيه، لكن ما تغيرش في الأساس بتاع القصة، لأن أنت كده هتعكك، وخصوصا لو كانت اللعبة ناجحة أو قصتها ناجحة ومعروفة، أي حاجة هتعملها تغير في الأساس محدش هيتقبلها. You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. قصة الفيلم وباختصار إن جول هو شخص فقد كل حاجة في الدنيا بعد حدوث حاجة زي وباء عالمي زي الزومبي كده، بس في اللعبة احنا بنسميهم الانفكتد، في المسلسل قصدي بنسميهم الانفكتد. المفروض جول مهمته في المسلسل إنه هينقل فتاة أو بنت صغيرة اسمها إيلي لنقل مجموعة من الناس اسمهم الفاير فلايز، والمفروض برضو إن إيلي دي في دمها مصل الوقاية من الوباء. المسلسل بيتكلم عن الرحلة دي والعلاقة ما بين جول وإيلي وإيه اللي هيواجههم، فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ Keep going for family. I'm not family. No? Your cargo. المميزات: رقم واحد، هي قصة ممتازة مخلصة بشكل كبير للعمل الأصلي، وأضافت لي بعض الإضافات البسيطة خلته أحسن، ومن وجهة نظري يعني في بعض الإضافات خلته أوحش بس مش هنتكلم عليها دلوقتي. رقم اتنين طبعا وهو تمثيل الرائع لباسكال اللي مثل دور جول، وبرضه لازم نثني على الطفلة اللي قامت بدور إيلي وهي بيلي رامسي. على قد ما أنا كنت قبل كده ما كنتش حابب البنت دي لأنها كانت بعيدة، شكلها كان بعيد جدا عن إيلي اللي أنا عارفها والشكل اللي في دماغي، بس هي تقريبا لعبت اللعبة كويس وقرأت السيناريو والحوار بتاع إيلي اللي في اللعبة وقلدته، فأنا حسيت فعلا إنها نسخة من إيلي بنفس روح الدعابة بتاعتها ولسانها الطويل اللي عايز أقطعه. نرجع لباسكال اللي هو جول، وهو فعلا كان مناسب جدا للشخصية شكلا وموضوعا، شبه شخصية جول اللي في اللعبة، وفي نفس الوقت طريقته وكلامه نهاية حاجة وهي الديالوج ما بينهم وتطور علاقتهم وتطور شخصياتهم جوه المسلسل، واخد حقه بشكل رائع 10/10 حقيقة. Advice on the best way west. رابع حاجة وأنا فعلا دي حسيتها إن المسلسل أضاف عن القصة الأصلية اللي في اللعبة، وهي إن في بعض الشخصيات الجانبية اللي كانتش لها حقها في اللعبة أو اللعبة عشان وقت اللعبة ضيق ما شفناش فيها قصصها ولا حوارات بينهم أكتر ولا فكرهم ولا أصلا دخلنا في جوانب الشخصية دي، اتجسدت كويس في المسلسل، لأن عندنا مساحة كبيرة في المسلسل وحلقات كتير، حتى في حلقة كاملة كانت لشخصيتين جانبيتين فعلا كنت عايز أعرف عنهم، أنا فعلا كنت في اللعبة أنا عايز أعرف عن الناس دي أكتر. نيجي بقى للعيوب. أكتر عيب استفزني واستفز كل المشاهدين بتوع المسلسل واللعبة وكل حد بيحب عالم لاست اوف اس هو ماضي شخصية معينة ملوش أي لازمة ولا ليه أي فايدة في القصة، حبيت أنت تضيفه وتأكد عليه وتبينهولي وتعرفهولي وأنا مش عايز أعرفه، ولا فرق في القصة في حاجة ولا فرق في أي حاجة، وبس معمول لإرضاء جانب من الجماهير بدون أي سبب مقنع. طبعا خلاني عارف ان انا مش هقدر اشوف الجزء التاني او عارف مستقبل الجزء التاني هيبقى عامل ازاي، الجزء التاني هيقتبس احداث الجزء التاني من اللعبة، وكلنا عارفين او اللي مش عارفين ان الجزء التاني فيه مصايب كتير. تالت حاجة عشان تستمتع
المسلسل كويس لازم تكون انت لاعب اللعبة او فاهم اللعبة، لان اللعبة بتقدم لك تجربة افضل بكتير من ناحية الجوانب القصصية والتمثيل الصوتي وكل حاجة. المسلسل حلو يعني محدش فاهم غلط، يعني المسلسل حلو جدا وهتستمتع بيه جدا، بس اللعبة احسن وافضل بكتير، مش من ناحية انها جيم بلاي او لعبة، لا، من ناحية انها قصة افضل وروايتها بشكل افضل في اللعبة. الخلاصة دي تعتبر من أفضل تجارب الأعمال الفنية اللي اتنقلت من اللعبة لفيلم أو مسلسل. أنصحكم بشدة إنكم تشوفوه. قيم النهائي للمسلسل 9/10، تستحق وبجدارة إنك تشوفه. بس كده، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وتنسى تبص على الفيديوهات القديمة وتقول لنا رأيك في الكومنتات. سلام.